بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله. اللهم صل وسلم عليك حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل سنة وأنتم طيبين يا حبايبي، وتنعاد عليكم الأيام بخير وبكمل الصحة. بسلم على حبايبي اللي في مصر وخارج مصر وجميع الدول العربية. يا رب تنصر اخواتنا في فلسطين وفي غزة وفي الوطن العربي، اللهم آمين يا رب العالمين. تنصر النصر يا رب، اللهم آمين يا رب العالمين. زي ما انتوا شايفين طبعا ام محمد. طبعا معايا 3 بريات حلوين كده. رش عليهم ردة او قشر من بتاع الرز، بس بحلله اخد النعمة اللي فيه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هتقولي قشر رز يا ام محمد؟ وطبعا الفرن بتاعنا حمناه كده. ده كان تاني يوم العزومة يا حبايبي. بالله عليكم حطوا اللايك والكلمة الحلوة والدعوة الحلوة لأم محمد عشان ترفعوا من الروح المعنوية. اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يسترها وياكم يا حبايبي ويجبر بخاطركم، اللهم امين يا رب العالمين. وزجنا حطينا ال3 بريات بتوعنا. ايه اللي في الفرن؟ طاجن ايه ده يا ام محمد؟ طبعا انا ده كان تاني يوم العزومة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الكومنتات الحلوة يا حبايبي، اللايكات بالله عليكم اجبروا بخاطري في الأيام المفترجة. الله يجبر بخاطركم، اللهم آمين يا رب العالمين. طبعا يا حبايبي كان ده تاني يوم العزومة طبعا. وفاضل عندي رز، فاضل عندي كوارع. طبعا مش هرميه، مش هنرمه لأن الحاجة غالية ومش عاوزين نرمي حاجة ولا نبوظ حاجة برضو. وطبعا قلت ابو محمد عشان طبعا انت عارف الناس بتسأل. قلت اما اشوله 3 بريات، ان كان بوري ماشي، كان كوارع ماشي، اللي في نفسه ياكله. وشوية بتنجان في ريحة كده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حطوا لايك يا حبايبي، حطوا الكومنت الحلو عشان ترفعوا من الروح المعنوية. اللهم صل وسلم عليك حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزي ما شفتوا طبعا يا حبايبي البوري بتاعنا خد اللون اهو. وطبعا بعد ما بياخد اللون كده حبايبي عشان ما يسلش الدهنة اللي في البطن، بقوم قلبها على ظهر. ورك ما بيستوي حبايبي بشده في باب الفرن. زي ما شفت، انا عارفة ان كل ست بيت شاطرة وكل حبايبنا شاطرة وكل متابعينا شاطرين، بس عشان البنات اللي هي في سنة اولى جواز في سنة اولى مطبخ تاخد بالها، البنوتات العسل، عشان ما يبقاش في حاجة وحشة ولا حاجة في السمك بتاعنا. نشده في باب الفرن كده. والطاجن الكوارع زي ما انتوا شايفين وخد ويدي بشكل ود كده. والله ما شاء الله يا حبايبي، كانت الكوارع دي تحلفوا بقى لا طباخ ولا حاجة. نقولش بتشكري في نفسك يا ام محمد؟ والله يا حبايبي ما بشكر في نفسي ولا بخبي عليكم حاجة ولا بداري كل حاجة قدامكم وقدام الكاميرا. والله ما بعمل حاجة من وراء الكاميرا بصراحة ربنا. وهنا وضبنا تتبيلة السمك يا ام محمد. راس من التوم، على شطة، ومعايا هنا جزر بشرة زي ما شفتوا، كزبرة. طبعا الطريقة دي حبايبي للي عاوزة تشوي، لو عاوزة تشوي من الظهر وتسيبيه عادي اشويه وسيبيه. وطبعا هنحط السمك بتاعنا كده. هو دي الاعمال البوري الاصلي في الشوي، دي التتبيلة بتاعته عشان ما يشربش مية ولا كده. ورشنا برضو بشوية بهارات كده سمك. وهرش تتبيلة من اللي انا عاملاها، الشطة بالثوم بالحبشتكات ديت. اهم حاجة الحبشتكنات دي. مروة بتقول لكم حطوا اللايك يا حبايبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. التتبيلة دي بتخليه في حتة تانية بقى يا حبايبي. وهنا هحصر ليمون، اهم حاجة الليمون على البوري. وهمسكه يكلفته كده زي ما شفتوا كده. لا تقولي لي شويات ولا حاجة. الطريقة دي بصراحة ربنا ما فيش انضف من بيتك تعملي في بيتك بنظافة بحاجة يعني بحب. وعيالك تاكل كده بنفس بألف هنا وصحة يا رب. اللهم صل وسلم عليك حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. البتنجان بتاعتنا طلعناه زي ما شفتوا كده حبايبي. احصري ليمون، اهم حاجة الليمون. اللهم صل وسلم عليك حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشوية توابل كمان كده. تاكلي السمك بقى نظافة وغسلينه حلو
ولا ريحة زفارة، وبالمبشرة. ونبشر شوية جزر برضو فوق كده. تصدقوا يا حبايبي التتبيلة دي بالجزر بالخضرة انا بحب اغمس بها، والله بتبقى اطعم من السمك. والله يا حبايبي بتبقى اطعم من السمك واجمل من السمك. التتبيلة دي ما شاء الله عليها بتبقى روعة، وشوية الخضرة والبتاع دول اكنك بتاكل كباب. محدش. وجربوا يا حبايبي التجربة بتاعت ام محمد دي، وقولوا لي ايه رأيكم، دي السمك ولا لوحة فنية ولا. بس الله يصلح حالها مروة بنتي بترقص التلفون 10 بلدي. ولكفتي بقى كده طباجي كده. شايفين يا حبايبي ما شاء الله. اهم حاجة القفلة بتاعت السمك دي لو شويه من الظهر والله يغيب للمغرب سخن. بس انا ما بشوش من الظهر ولا حاجة. انا اعوذ بالله من قولة انا صحت قبل الفطار بنص ساعة بشوي بس كده عشان يفضل سخن. بقوم عاملاه كده بيبقى جميل بقى تحفة. شرب من التتبيلة اللي احنا حاطينها دي، ولا حطينا مية ولا حطينا حاجة، وحاجة ما شاء الله. وكان عندي ملوخية سخنتها، وعندي محشي كوسة من اللي كان فاضل سخنته. لازم ما نرميش حاجة حبايبني، احنا في زمن غالي. والبتنجان بتاعنا وشايفين الجمال ده، شايفين طبق ومخلل ورز من بتاع المحشي. وشايفين طاجن الكوارع ده بقى حاجة يا عيني يا عيني يا سيدي يا سيدي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وحطوا اللايك وكومنت حلو يرفع من الروح المعنوية. وادعوا لي دعوة لاختكم ام محمد ربنا يشفيها في التعليقات برضو. وقولوا لي ايه رأيكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. إيه يا رب الفيديو بتاعنا يكون خفيف على قلبكم، ويكون عند حسن ظنكم ونور رضاكم يا حبايب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.